أصعب حاجة ممكن تشوفها إن إنسان يودع الدنيا وهو فاتح لايف، مش عشان عايز يتشهر لكن لأنه ملقاش حد يسمع غير شاشة التليفون. بسنت الأم اللي قررت تنهي حكايتها من الدار ال13 قعدت تحكي في البث المباشر عن سنين من التعب من أهل وأصحاب إنها محستش وسطهم بالأمان، وعن حياة وصفتها بإنها ما شافتش فيها يوم حلو. الوجع زاد لما طلبت الطلاق بهدوء، لكن الرد كان هروب وجملة قاسية: المحكمة قدامك. وكأن الدنيا كلها قررت تقفل بيبانها في وشها في وقت واحد. وآخر كلمة قالتها في البث المباشر: خلي بالكم من عيالي. بالله عليكم. عيالي عيالي مش مسامحة. كلمة وجعت قلوبنا كلنا، لأنها بتأكد إن الروح لما بتوصل لآخر طاقتها بتبقى محتاجة بس طبطبة أو كلمة حنينة تنقذها من الضلم. بس للأسف النفس غلبت الصبر، وبلاش تتفرجوا على الفيديو وبلاش نساهم في وجع أهلها أكتر. الانتحار عمره ما كان حل، ده صرخة وجع. افتكروا دايما ان رحمة ربنا اكبر من اي محنة، وافتكروا كلام ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. صدق الله العظيم. ولو الدنيا لقت بيك اتكلم، انت غالي ودايما في امل، وربنا يرحمها ويصبر ولادها واهلها.